الجو ده مش محتاج غير شوية حمص شام بقى تعمليهم كده بمزاج وتدفي العيال وتدفي ابوهم وتتدفي في السقعة ديت. يلا بقى تعالي طلعي الحمص بتاعك وصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وما تنسينيش تعملي لايك. اول حاجة كده بتجيبي الحمص طبعا بتنقيه وتنقعيه، اهم شيء ان انت تنقعيه عشان بيقلل معاكي مدة السوا، وكمان بيطلع لما بتنقعيه كده بيطلع الغازات بتاعته، وبيطلع كمان المادة اللي بيحطوها عليه عشان خاطر يحفظه من السوس. فاحنا لازم نغسله غسلة كويسة وننقعه أقل حاجة ساعتين. بعد كده هجيب حلة وأجيب مية سخنة بتغلي وأحطها عليها، وبعد كده أرفعه على النار عشان يتسلق معايا. لما يتسلق معايا بقى كل ما يعني المية تقل منه هزود مية، تتسلق معايا وتبقى زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى ان انا السلق معايا وبقى زي الفل، هتبله هحط 2 مكعب مرقة. انا بحب احط مكعب المرقة بيديها طعم حلو قوي، واظبط الملح بتاعي واديله كده يعني غلوتين عشان يتملح معايا. لازم اظبط الملح واديله غلوتين كده عشان يتملح ويبقى زي الفل كده معايا. وبحط له كمون، اهم شيء يعني الكمون، الحمص بيحب الكمون. وهسيبه غلوتين. في الوقت دوت هجيب كده بتاع 4 طماطمات او بتاع ربع كيلو او ازيد حسب ما انت بتحبي كمية الطماطم فيه قد ايه. لو حابة تزودي مية زودي. هنا عصرت عصير الطماطم واحطها عليها. طبعا في الأول هيديكي لون هو فاتح، سيبيه يغلي غلوتين هتبصي تلاقي لون الطماطم مركز كده والمية بقى حلوة. أنا بحب أزود شوية مية كده لأن احنا كمان بنحب مية الحمص أكتر من الحمص كمان. وسيبيه يغلي غلوتين. بعد ما يغلي غلوتين هتجيبي كيس من الصلصة وحطيه عليها، ده بيعزز الطعم وكمان اللون. وابتدي بقى قلبيه واديله غلوة كمان واديله التوابل بتاعتك بقى كل اللي انت بتحبيه، يعني حطي بابريكا، حطي شطة، كمون، عصير ليمون بقى ده يعني حطي 3 4 وحدات عصير ليمون اعصريه كده وحطيه على الحمص. الحمص بيحب العصير الليمون قوي قوي والشطة. انا بقى عصرت الليمون زي ما انتوا شايفينه كده، عصرت بتاع 3 كده صغيرين وكان عندي واحدة كبيرة كده عصرتها. تمام. دوقيه بقى وظبطي تقدري يعني ما تدوقيه محتاج ليمون تزودي، محتاج ملح زودي زي ما تحبي. تمام كده هوت. دي كانت الليمونة الكبيرة عصرتها على ايدي عشان كانت كبيرة مش هتيجي في العصارة يعني. وهظبط بقى حطي توم باودر، بصل باودر، اللهم صل على النبي، كزبرة ناشفة. التوابل دي حلوة أوي، بتنقله نقلة تانية خالص، يعني بتخلّيه طعمه حلو أوي. فأنا حطيت توم باودر وبصل باودر وكمان كزبرة ناشفة بتبقى حلوة أوي معاها، وادّي له بقى غلوتين كده بقى زي الفل. تعالي نعمل بقى الدقة بتاعتنا اللي بتبقى تحفة. هنا أنا كان معايا بقى معلقة صغيرة من الهريسة اللي هي المشطشطة وعصير ليمون بقى، حُطّي عصير ليمون زي ما تحبي. تمام كده. هاعصر بقى الليمون وحطيت المعلقة ديّة اللي هي الهريسة الحراقة، حُطّي كمون وهاحط كزبرة وكمان هاحط بقى يعني نُص معلقة صغيرة كده من التوم، اللي بيحب التوم. في ناس بتحب وهي بتسلق الحمص تحط توم وبصل، أنا مش باحب أحطه، بيبقى ريحته فَجّة جدًا، جدًا. حطيت التوم وحطيت الكمون والكزبرة وهازوّد شوية مَيّة وشوية خل. كده بقى معانا دقة اللي بتتحط ديّة وتنقل حمص الشام في حتة تانية. هاركنه على جنب، عايزة تزوّدي شطة زوّدي يعني، أنا هنا زوّدت شطة. تمام. نسيت ورُحت افتكرت إحنا أصلًا من عشاق الحاجة المشطشطة، بالذات الحمص. هاركنه على جنب، وهنا كان خلاص الحمص معانا ابتدى بقى زي الفل. هاصُبّه في الكوبايات وكل واحد معاه المَج بتاعه يمسكه في إيديه كده ويشرب ويستمخ بقى، يحط بقى الدقة بتاعته. وعيالي أو بنتي الصغيرة بتحب تشربه في كيس. فأنتِ عيالِك لمّا يحبوا يشتروه من برّه، أنا عمري ما اشتريته لعيالي من برّه، عمري. على طول أعمله لهم في البيت، الصيف، شتا، وقت ما يحبوا يشربوه باعمله لهم. لإن أنا ما اضمنش الحاجات اللي هي بتتعمل برّه دي بتتعمل بإيه، هل طماطم سليمة والّا مش سليمة. فأنا عشان ألبّي لها رغبتها حطيت لها في كيس بلاستيك، وكمان جبت لها شاليمو وحطيتها لها فيه وكأنها بالضبط مشترياه من برّه. حطيت الدقة بتاعتنا وادي الشاليمو جديد أهي مش مستعملة ولا أي حاجة، وحطّاه لها كده واربطي الكيس وادّي لعيالِك حاجة أنتِ ضامنة عاملاها بإيه ونضافتِك في البيت قد إيه، والحاجة كمان جايباها حلوة وصابحة وجميلة. واشربي أحلى كوباية حُمُّص شام وهتدعي لي.
الصراحة يعني هي ده الشتا محتاج حمص شام عشان تدفي وتتكتك التكتكة اللي احنا فيها دي محتاجة حمص شام. يلا بقى لو وصلت لحد هنا ما تنسينيش وانت بتتفرجي على الفيديو تعملي لي لايك وكومنت كده حلو زيكم، وكمان متابعة على صفحتي مطبخ ملك، وتقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد. وبالله عليكم اللايك اهم شيء، اللايك، انا اللايك ما بيكسبش فلوس بس هو بيخلي الفيديو ان هو يتشاف اكتر.